السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ احنا قررنا ان ينزل فيديو كامل يركز اكتر على موضوع الاخطاء اللي حصل لاسباب كتيرة جدا. احب اوضحها لكم دلوقتي. اول حاجة، اول سبب واهم سبب، ان في جزء من الناس لسه ما وصلهمش الفكرة ان احنا بنسمع في جلسة، والجلسة بتكون سرد. ودي نقطة مهمة جدا، مش عارفة ليه مش قادرة اشرحها لكم او مش قادرة اوصلها لكم. ولكن بدأوا ان هم يقولوا ان انا كده بحرف في القرآن وبغير في مخارج الحروف وبغير في القرآن نفسه، والقرآن من غير تجويد ما ينفعش، وانه كده تحريف فعلي في القرآن. في سيدة كانت كاتبة كومنت بتقول ان هي مش قادرة تحفظ بالتجويد عشان هي مش عارفة تجويد قوي، بس هي بتجتهد مع نفسها وبتحاول تتعلم تجويد مع حد اونلاين، وبتاخد منه، بتحاول تطبق، بس مش دايما بتطبق صح، ومع وقت عبال ما تطبق صح. فبتقول ايه ده، هو انا ينفع احفظ من غير تجويد؟ يعني انا كده تمام؟ فالناس ردت عليها في الكومنت وقالوا لها لا، وما ينفعش تحفظي كده، وده تحريف للقرآن، والافضل ما تحفظيش. انا مسحت الكومنت بتاعها علشان انا لاحظت ان هي نفسها تأثرت بالموضوع، وهي نفسها كتبت وقالت خلاص انا كده هوقف حفظ، لان انا كده اللي بعمله اسوأ من اني احفظ. وللاسف في ناس خرجتها بره المله اصلا. فانا لاحظت ان الموضوع كبر منكو قوي. هي المفروض لا ندعوها للحفظ، لا ندعوها للقراءة، لا نشوف حد يدربها، لا نديها تجويد. فأنا لاحظت حاجات تانية كتير. وفي ناس بالفعل قالت ألفاظ يعني ما أقدرش أقولها. في ناس قالت بشكل فعلي هي أصلا عليا، يعني أكيد حتى مش بتصلي، لأنه حتى الأطفال بيعرفوا يقرأوا آخر 3 سور. طيب بالمنطق، لو أنت بتقدر تقرأ آخر 3 سور، وكلنا اتعلمنا قراءة آخر 3 سور منذ الطفولة، فهل لما تكبر وتختم هيكون أخطائك في آخر 3 سور؟ مش منطقي. حتى اللي ما بيصليش عارفهم، لأنه دي حاجة احنا بنحفظها ظاهرا عن غيب منذ الطفولة. فبالتالي اللي أنا أقصده أو أقصد أقوله، أكيد الأخطاء اللي كانت نزلت ليها أسباب تانية غير الأسباب دي. طبعا أنا لما نزلت الفيديو ما انتبهتش خالص إن انتوا ممكن تعملوا قصة زي دي أو موضوع زي ده في الفيديو. زائد انه للأسف الشديد في ناس اتهمت بحاجات باطلة، وناس اتهمت بانه لا، الجلسة دي ما حصلتش، هما بس كانوا بيمثلوا عشان كده اخترعوا الأخطاء دي. وفي ناس تحترم لسه عندها غيرة على القرآن، ودول الجزء اللي انا حبيتهم ولذاذ جدا. دول بيدخلوا يدعوا لك ويصححوا الأخطاء اللي لمسوها فعلا، ويقولوها بشكل واضح، ويقولوا لك بس خد بالك منها كده هيكون أفضل. ولما تدخل تنبههم إنه لأ، ده كان سرد، وإنه طبيعي في الآخر يكون حصل إرهاق أو غيره، يتناقشوا معاك بشكل مؤدب جدا، عشان هم بس كانوا بيكلموك من باب الغيرة على القرآن، وإن المفروض القرآن يتقرأ بالشكل الصحيح. الناس دي بقى هم الناس اللي انا بجد لمسوا قلبي، يعني هم بدون مبالغة ما اقول قد ايه هم فعلا لمسوني من جوه. انه لسه في ناس غيورة على دينها، لسه في ناس بتعرف ان هي تقول الاخطاء بشكل واعي ومدرك، وتتقبل انه هي طبيعي جدا بتقول خطأ للشخص التاني، فالتاني يوضح لها والى اخره. وفي جزء تاني خالص بقى بتاع اللي هو مش عارف القرآن أصلا، فبيصحح تشكيلات مثلا، وبقية الأخطاء غير مهمة عنده، لأن هو أصلا مش عارف اللي بيقوله، ولكن هو بيصحح من باب التصحيح وخلاص، من باب ان انا موجود، يعني لو انا لسه في الساحة فسقفولي يعني. فاختلفت الآراء واختلفت الخناقات عندي، عشان كده أنا قررت أن أنا أنزل الفيديو ده مرة كمان في الأخطاء واضحة بشكل واضح، عشان أقول لكم نفس الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت. أمي صححت في الأول وقالت لي بالأحكام، قلت لها أنا بسمع سرد، قالت لي بس بالأحكام، قلت لها صح، عندك حق، لازم الأحكام. لأن احنا كنا بنسمع بقالنا كتير قوي، وأنا تعبت جدا وهي تعبت جدا، وكنا في إرهاق ذهني رهيب، والصدمة بتاعت ان انا 7 شهور دول خلصوا بكمية الألم اللي كانت فيهم. وانا حكيت لكم عن الفترة دي كانت عاملة ازاي. كنت برتعش رعشة رهيبة وبعيط عياط هستيري من الخوف ومن الرهبة ومن اللي انا فيه دلوقتي. مش قادرة اجمع. انا حتى كنت بضحك كأنه عقلي يعني مش مستوعب. فهي في الاخر ماما قدرت ان انا مش قادرة
اسمع بشكل صح بعد ما حاولت تصحح حاجات كتيره جدا. انتوا حتى هتلاحظوا اخطاء غريبه ان حد يغلط فيها. انا مش قادره مش قادره اقول يعني حتى الفلق انا يعني ما قدرتش اكملها، كنت بقولها غلط. حتى المسد كنت بقولها غلط. مش قادره فعلا يعني. حتى الحفظ عن ظهر غيب، عن الصور الصغيره اللي احنا متعلمينها، خلاص الصدمه بتسيطر عليك، بتسيطر على عقلك، مش فجاه تلاقي نفسك مش قادر تعمل ده. فبالتالي ماما قررت في الاخر ان هي تكمل لي تسميع على اخطائي عادي، لان الرهبه دي مش هتروح طول ما هي عماله تصحح لي. وبالفعل جت تاني يوم وقالت لي كملي بقى الست او التسع سور اللي كانوا فاضلين، اقرأيهم تاني وسمعيهم تاني بالاحكام عشان نبقى ختمنا ختمه صحيحه. وفعلا سمعتهم سرد بالاحكام تاني يوم. فعشان كده كنت بشرح لكم الموضوع وبس. دمتم بخير يا جماعة. الفيديو ده كمان كان شرح علشان ما تزموش في بعض وما تغلطوش في بعض وما تسيئوش الظن بناس. والله العظيم والله العظيم والله العظيم قلبي وجعني بس على كمية الذنوب اللي عمالين تاخدوها بدون أي وجه حق وبس. وكمان شرح للناس المؤدبة المحترمة، دول قيم اللي بيعرفوا ان هم يوضحوا وجهة نظرهم بكل محبة. فحقيقة انا فخورة بكل حاجة فيكم. بس اسمعوا الفيديو للآخر. سلام. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين بتاع الاحكام بقى. ايوه الاحكام ايوه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والعصر بالصبر والحق ان الانسان لفي خسر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت. في لم يكن الذين كفروا من أهل أنا مترجمة بعض المعون. لم يكن الذين كفروا من أهل رأيت الذي يكذب بالدين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم عن صلاتهم ساهون. ثواني. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مالكم البينة الضرب بينك وبينها. استنى انا كل ده مش عارفه دماغك اعصابي. مش عارفه الكافرون بتلخبط. يا لو كافرون اقول ايه. يلا بسمع. قل يا ايها الكافرون تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وامراته حماله الحطب. وترتوني انا متوتره. المثل تبت يدا ابي لهب وتب اغنى عنه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وامراته حماله. سيصلى نارا. جينا في الاخر ما نقعد في ايه؟ سنتظر والله واحد يبقى كارثه بقى. لا الإمام الكسائي غلط في الفاتحة. تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة. هو أنت عاوزة إيه حمالة الحطب يعني؟ هتحملها دي ستك يوم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة. أغنى عنه سيصلى نارا. تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب. لا تتوتري بالحاجة خالص خالص. مش مصدقة هخلص. تبت يدا أبي لهب. يلا مش تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يا أيها الكافر لا. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. لا ده في حاجة غلط. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللي يجي عليك يا أحمد ما بيكسبش. قل أعوذ برب الفلق. عادي بيقولوا بعض الفلق. قل أعوذ برب الفلق. ماشي.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خلصت كده؟ ألف مبروك. صليت الكل والله أحب. انت مش هينفع تشتغل غير كرة عصام. متوترة خالص بتضيع.